من امبابة للعالمية، ومن فصل بسيط في اعدادي بدأ رحلته في عالم التكنولوجيا والاختراعات. صاحب فكرة اللاسلكي، ولولاه ما كناش عرفنا اختراعات كتير، اولهم الواي فاي، واللي كان سبب اساسي في معرفة العالم بيه. ورغم انه كان شغال في البترول وبيتنقل بين دول اوروبا، الا انه اختار يشارك باسم مصر. يا ترى مين هو العبقري المصري حاتم زغلول، وليه الدول الكبيرة كانت بتتنافس عليه؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية. في اختراعات لما بتتعمل بتغير شكل حياتك، بس في اختراعات تانية بتغير شكل العالم كله. ومن وسط زحمة التقدم والتكنولوجيا اللي بتجري بسرعة الضوء، في اسم مصري طلع من قلب امبابة ودخل التاريخ من أوسع أبوابه. الاسم ده هو حاتم زغلول، والمناسبة هو الراجل اللي غير شكل الاتصالات في الكوكب كله باختراع الواي فاي. أيوة زي ما سمعت، الواي فاي اللي مفيش بيت أو شغل أو كافيه أو مدرسة أو جامعة أو حتى مواصلات من غيره. الراجل اللي كان ورا اختراع اللي بقت أساس حياتنا اليومية هو عالم مصري، وبدأ من أبسط الأماكن ومن شغف بسيط بالعلوم لحد ما وصل لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم. حاتم زغلول ابتدى من امبابة ومن هو في إعدادي كانت الشرارة بدأت فصول للمتفوقين، محاولات بسيطة لاختراعات أولية لحد ما دخل هندسة وكان دايما من الأوائل. وبعدين قرر يكمل علوم قسم رياضيات تطبيقية، مش عشان الشهادة، لا عشان الفهم، عشان الدماغ اللي مش بتقف عند المألوف. وبعد ما خلص دراسته وسافر يشتغل في البترول، جات الفرصة يسافر أوروبا. هناك بدأ يشوف الدنيا بشكل تاني، هناك بدأ يدمج بين اللي درسه في مصر وبين تكنولوجيا الموجات الكهرومغناطيسية. وهناك تحديدا بدأ أول لمعة لفكرة نقل البيانات لاسلكي، مش مجرد فكرة في الهواء لكن حاجة علمية مبنية على قوانين وفهم عميق. وبعدين طار على كندا، ومن هناك بدأت الرحلة الحقيقية في كندا. كان الشغل على تطوير الجيل الثاني من الشبكات، كانوا وقتها بيعانوا من مشاكل كبيرة في الاتصالات، بطء، ضعف، أمان ضعيف، تنصت سهل. وحاتم مع فريقه كان عندهم رؤية مختلفة، هم ما كانوش بيحاولوا يظبطوا القديم، هم كانوا بيبنوا حاجة جديدة خالص. ومن هنا طلعت فكرة نقل البيانات باستخدام موجات معينة. فكرة كانت بسيطة في شكلها لكن ثورة في جوهرها. وبعد شهور طويلة من التجارب طلع أول نموذج للواي فاي سنة 1993. كان وقتها يقدر ينقل 20 مليون معلومة في الثانية، وده كان رقم رهيب وقتها، والشركات الكبيرة بدأت تلاحظ. بس المضحك والمحبط في نفس الوقت انهم عرضوا الفكرة على اكتر من 60 شركة و3 بس هم اللي سمعوا. تخيل انهم كانوا وقتها بيقولوا لو حد اشتراه ب$10,000 كنا وافقنا. لكن جت لحظة التحول لما مستثمر كندي قال لهم هديكم $5 مليون بس لو اثبتوا انها تشتغل فعلا. وبالفعل قدروا يعملوا النموذج النهائي، وابتدت الشركات تتهافت. انتل دخلت في الصورة وابتدوا يشتغلوا على تصغير الحجم وتحويله الكارت يتركب جوه الكمبيوتر، وده اتحقق في 1997. ومن هنا الواي فاي خرج من المعمل ودخل كل بيت، كل مكتب، وكل موبايل، وكل جهاز. الموضوع ما كانش اختراع تقني وبس، ده كان تغيير لطريقة تواصل العالم. حاتم زغلول ما اخترعش وسيلة أسرع للنت، لا هو اخترع لغة جديدة للعالم يتكلم بيها، لغة مبنية على الحرية، على السرعة، على الاتصال في أي وقت ومن أي مكان. والمثير بجد إن كل ده جه من عقل مصري، ما كانش في سيليكون فالي ولا في معامل ناسا، ده كان من شاب بدأ رحلته من مدرسة في امبابة. وهو بيحكي عن القصة قال جملة تستاهل تنحفر في الذاكرة: الواي فاي ما كانش مجرد تقدم تقني، ده كان زي اختراع التليفون. وده حقيقي، لأن الطريقة اللي بنشتغل ونتعلم ونتواصل بيها اتغيرت من بعده. والسؤال اللي لازم نسأله دلوقتي: كام حاتم زغلول تاني في مصر؟ كم عقل عبقري محتاج فرصة، محتاج حد يسمعه، محتاج بس حد يآمن بيه. لأن ببساطة ممكن الاختراع الجاي اللي يغير العالم يبقى في دماغ ولد قاعد دلوقتي في مدرسة حكومية أو في أوضة صغيرة وسط الزحمة بيجرب يعمل راديو أو يفتح كمبيوتر قديم. ويمكن أهم درس من قصة حاتم زغلول إننا لازم نغير طريقة نظرتنا لأنفسنا، لأن العالم بره ما بقاش يسأل احنا منين، العالم بيسأل عندكم ايه جديد. وحاتم كان عنده وقدر يغير العالم.